ده الطبيعي بتاعنا يا باشا، مفيش انجاز، ده الطبيعي بتاعنا ونحط على القاره كلها. واحنا عايزين نشوف حد بقى. احنا كنا الفتره اللي فاتت دي كلها كنا واقعين شويه، بس دلوقتي خلاص. شويه ولا شويتين؟ لا شويه بس. هي دي هي احنا ايه شويه يوم عشان تعادلين في الدوري عادي، اي فرقه كده في العالم بتتعادل لازم تقع شويه، بس احنا قال لك قدر الشيطان، احنا لازم كله يستحمل بقى اللي جاي. انت شايف ان الاهلي لو وقع شويه بيقوم؟ مش هي تبقى حاجه تعادلين، هي بالنسبه لنا الوقعه هو بيعملوا لا مش تعادلين، ما انت بيراميدز واخد دوري ابطال افريقيا واحنا قاعدين في البيت. عادي، احنا خارجين نص نهائي بغلطه، يعني احنا كنا لحد ده 95 احنا كنا في النهائي، دي غلطه ياسر ونفس الغلطه بتاعت النهارده عادي يعني، بس الحمد لله يعني ربنا ستر. بس هي يعني غير ده 95 احنا كنا في النهائي، بس غلطه عادي في كل الدنيا عادي، كنا واخدينها قبلها سنتين، السنه دي بتاعتنا واللي جايه بتاعتنا عادي. افريقيا بتاعتنا السنه. اي في كل حاجه بتاعتنا، افريقيا دوري كاس سوبر. ليه بتقول كده ولسه بدري قوي؟ ده ثقه يا باشا. ثقه. يعني انت كجمهور الاهلي. انت اهلاوي؟ سؤال سؤال صعب. اهلاوي. اهلاوي. انت لازم تبقى عارف كده، لازم تبقى تكون حاطط كده معتقدات جواك، خلاص اللي هي ثقه. هي الثقه خلاص يعني، هي الثقه واصله لدرجه ان انا مش شايف غيري في القاره. الاهلي ما فيش غيره في القاره. ده حقيقه. ليه؟ في انديه كتير، واكبر دليل ان بيراميدز النهارده في الانتر كونتيننتال هتلاقيه معدي مثلا الاهلي بشويه. لا ولا الاهلي شويه ولا حاجه، خد ايه؟ عنده ماتش جاي هيبقى خلاص احنا برضه نتعادل نص النهائي، اخرنا كان نص النهائي عادي، هو برضه يعني مش هيعمل حاجه، هي فرقه فيش